ازاي غيرت شكل الرامات من كده لكده؟ القطعه اللي انا ركبتها على الرامات دي اسمها RGB رام هيت سينك، ودي شغلتها ان انت لو انت عندك رام مش RGB ومش عايز انت ترجع تبيعها وتجيب واحده ثانيه RGB، فممكن تشتري القطعه دي وتخلي الرام بتاعتك تبقى RGB. طريقه تركيبها سهله جدا. مثلا في الرامات اللي معايا كنت كل اللي محتاجه ان انا احط الرام واخليها شغاله شويه، وبمجرد ما افكها اجيب سن مفكر صغير خالص واخد بالي بالراحه كده وانا بدخله ما بين الفرق بتاع الرام والهيت سينك، وابدا ان انا اخش شويه بشويه بالمفك لحد ما الهيت سينك كله يطلع، واكرر الحكايه دي في الناحيه الثانيه. وقلت لك ان انت تعملها اول ما تفكها على طول عشان بتبقى الرام لسه سخنه، فاللزق بيبقى نوعا ما مفكوك وهيبقى اسهل انت تطلعه. خطوه التركيب بقى فعلا سهله. اللي بيجي في علبه الهيت سينك هما 2 ثيرمال بادز وقطعه كده من ناحيه بتلزق والناحيه التانيه فوم، وبيجي الهيت سينك نفسه بتاع الرام وكيس فيه مسمارين زياده وقطعتين بلاستيك. لو انت الرام بتاعتك من ناحيتين فيها تشيبس فهتحط من ناحيتين الثيرمال بادز، ولو الرام بتاعتك قصيره شويه فهتستخدم البتاعتين البلاستيك دول عشان تعلي الرام وتقدر انت تركبها. ولو انت الرام بتاعتك زي حالتي كده من ناحيه واحده هتحط من ناحيه الثيرمال باد ومن الناحيه التانيه هتستخدم البتاعه السودا اللي هي الفوم. احسن طريقه للتركيب ان انت تحط الثيرمال باد على الهيت سينك نفسه زي ما انا حاطته كده بالظبط، وتقوم حاطط عليه رام عشان تضمن ان هي مظبوطه 100%. ومن الناحيه التانيه هتلاقي اللزقه اللي كانت محطوطه في الرام معلمه، هتحط الفوم دي مكان اللزقه اللي كانت موجوده بالملي في الرام، وتحط الهيت سينك التانيه وتربطهم ببعض. بعد كده هتركبها في الكيس عادي. طريقه التركيب بقى مفيش اسهل منها، يا اما توصلها على طول في مدخل RGB، او لو انت جبت 2 من القطعه دي وما عندكش مداخل كفايه ففي حركه هم عاملينها حلوه جدا. يعني انت عندك في الرام دي 3 طرق عشان توصلها بيها. اول واحد وهو RGB، تاني واحد وهو مدخل RGB اساسا، تالت واحد وهو بتاع كده سودا. بس خليني اقول لك الطريقه الاسهل. انت تاخد المدخل RGB الدكر اللي موجود في الرام الاولى، وهتاخد المدخل RGB نتايه اللي موجود في الرام الثانيه وتوصلهم ببعض. لما تعمل كده هيطلع لك مدخل نتايه واحد بس هو اللي هيكون متبقي. مجرد ما توصله في المدخل RGB اللي موجود في البورده اشتغلت معاك كده الاثنين. ولو عندك كده اكسسوار بيشتغل بالحكايه دي ممكن انت تقعد توصلهم ببعض وتوصل كل ده بمدخل RGB واحد بس. لو عايز بقى تجيب القطعه دي او حامل كارت الشاشه او اي حاجه من الحاجات اللي انا قلتها قبل كده في فيديوهات هتلاقيها عند اكستريم ريج، هتلاقي اللينك بتاعهم في البايو. قول لهم بس انت من طرفي. وده كان رد على سؤال